السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة آخر كلام. شرف لنا اشتراككم في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد أول بأول، فتابعونا. أحيت المخرجة منال الصيفي الذكرى الأولى على وفاة زوجها الفنان أشرف مصلحي الذي رحل مثل هذا اليوم 17 سبتمبر. وأضافت منال الصيفي عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: بكرة 17/9 الذكرى السنوية الأولى لرحيل أشرف. أشهد أمام الله بأنك كنت نعم الزوج ونعم الأب، بالرغم من أنك مش موجود، ولكن سيرتك الطيبة وطيبة قلبك مخلياك معانا طول الوقت. وتابعت: رجاء الدعاء له بالرحمة والدعاء لي إني أقدر أكمل المشوار على أكمل وجه. ألف رحمة ونور على روحك الطيبة، ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويسكنك فسيح جناته. وكانت قد حرصت المخرجة منال الصيفي على نعي زوجها وقت وفاته، ونشرت صورة تجمعهما معا على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت عليها وكتبت: كان الواحد بيضحك من غير قلق، كنت ظهر وسند وأمان، كنت أب حنين مطيب، ربنا يرحمك يا راجل يا طيب. رجاء الفاتحة والدعاء له بالرحمة. كما كتبت ابنته نور: قد ايه نفسي في الحضن ده، ربنا يرحمك ويغفر لك يا اجمل واطيب واحن اب في الدنيا. ما تنسوش حبيبي من الدعاء وقراءة الفاتحة. كشفت المخرجة منال الصيفي عن تقديم الفنانة منة شلبي أضحية عيد الأضحى 2024 في المملكة العربية السعودية باسم زوجها الفنان الراحل أشرف مصلحي. وأعربت منال الصيفي عن سعادتها بهدية منة، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الحمد لله على وجود ناس في حياتي كل شوية بيقولولي احنا معاكي وجنبك، بالرغم اني مش بشوفهم كتير بس بيحسسوني بالامان. واضافت: جانب صورة لمنة شلبي وايصال الاضحية باسم اشرف مصلحي كبير قوي، حقيقي الحمد لله رب العالمين، الناس دي رزق ربنا بعتهولي علشان يطبطب عليا، وانت منهم. ربنا يسعدك يا منة يا رب، زي ما دخلت في قلب السعادة اكيد اشرف حاسس بده دلوقتي. شكرا يا غالية، شكرا. ولد الفنان أشرف مصلحي في شهر إبريل عام 1974 في مدينة القاهرة في مصر. عاش في القاهرة والتحق بالمرحلة الابتدائية وأنهى المرحلة الثانوية فيها، ثم التحق بالمعهد الفن الصناعي وقضى فيه سنوات الدراسة، ثم تخرج منه والتفت إلى العمل السينمائي وقدم مجموعة متميزة من الأعمال خلال مشواره الفني في السينما المصرية. كانت بداية الفنان أشرف مصلحي بعد تخرجه من المعهد الفن الصناعي، وقدم مجموعة من الأعمال السينمائية البسيطة بعد تخرجه من المعهد، ثم دخل مجال العمل بشكل مباشر وقدم مجموعة من الأعمال المميزة خلال هذه الفترة، وذلك من خلال الموهبة التي يتمتع بها هذا الفنان المميز، فقد كانت له أدوار رائعة في السينما المصرية، وكذلك قدم مجموعة رائعة من المسلسلات الدرامية. الفنان أشرف مصلحي لم يتوفق في حياته الفنية بكل سهولة، ذهب إلى المخرج يوسف شاهين لأول مرة حتى يقوم بعرض موهبته التمثيلية عليه، وكان قد بحث كثيرا حتى يصل إلى فرصة فنية لعرض المواهب التي اكتشفها في نفسه في الفن والتمثيل. ذهب إلى شركة أفلام مصر العالمية للمخرج الراحل يوسف شاهين، وكان هذا هو الخيار الوحيد لديه حتى يحصل على فرصة، حتى وصل إلى وظيفة مدير دور العرض السينمائي التابع لهذه الشركة الفنية، ثم ظل يعمل في هذا المنصب فترة حتى جاءت له الفرصة واستطاع أن يصل إلى أول دور سينمائي له.
اجتهد كثيرا حتى يصبح هذا الدور مميز ويظهر إلى الجماهير بشكل رائع يظل في أذهانهم. تزوج الفنان أشرف مصلحي من المخرجة المصرية منال الصيفي، وهي ابنة الفنانة الكبيرة القديرة زهرة العلا، وأنجب منها ولدين، أحدهما يسمى كريم وهو لديه نفس موهبة والده الفنية ويعمل في مجال التصوير التلفزيوني والسينمائي، ثم أنجب ابنتين هما نور ومريم، وعاش حياة هادئة سعيدة، وكان يحب دائما مشاركة أبنائه في أمور حياتهم. وكان يرى الفنان أشرف مصلحي أن عدد كبير من الآباء يخطئون خطأ فادحا عندما يخلقون فجوة بينهم وبين أبنائهم، فلا بد أن يصبح الأب صديق ابنته ويتحدث معها كثيرا. كما أن هناك بعض الأعمال السينمائية التي جمعت الفنان أشرف مصلحي وزوجته المخرجة منال الصيفي ابنة الرائعة زهرة العلا، وكان دائما يراعي أن يكون هذا العمل أكثر من رائع، ويتعمد ألا يطلب منها أي طلب أو استفسار داخل قاعات التصوير حتى لا يقوم بإحراجها، ويحاول أيضا الالتزام بمواعيد العمل ونواحي التصوير، وذلك مما جعل الحياة بينهما مستقرة لأنهما زوجين متفاهمين. مسلسل الاختيار من ضمن المسلسلات التي أحدثت ضجة كبيرة في الدراما المصرية، وقام الفنان أشرف مصلحي بدور مميز في هذا العمل الإنساني، وظهر في معظم مشاهد المسلسل مع النجم أمير كرارة، فقد قام بدور أحمد توفيق وهو زوج أخت الإرهابي هشام عشماوي، وقدم الفنان أشرف مصلحي دور مميز بأداء أكثر من رائع. المسلسل من إخراج بيتر ميمي وتأليف باهر دويدار. كما قدم الفنان أشرف مصلحي العديد من الأعمال السينمائية التي حازت على إعجاب الجمهور بشدة، فهو دائما يحرص على اختيار الأدوار الهامة التي تصبح محور العمل الفني أو الدرامي، وذلك من خلال إظهار المواهب الفنية التي يمتلكها، مما جعل معظم الفنانين مدركين أن له دور كبير في السينما المصرية، وأنه من أفضل الفنانين الذين دخلوا عالم الفن. ومن ضمن الأعمال الفنية التي قدمها إلى التلفزيون والسينما المصرية كالآتي: في عام 2000 كانت أول أعمال الفنان أشرف مصلحي السينمائية الأبواب المغلقة، كما شارك في فيلم بونو بونو. وعام 2001 شارك الفنان أشرف مصلحي في فيلم رانديفو، كما قدم في نفس العام دور رائع في فيلم جواز بقرار جمهوري وفيلم أسرار البنات. في عام 2002 قدم الفنان أشرف مصلحي فيلم سينمائي وهو سحر العيون، كما شارك في فيلم آخر بتجربة مختلفة وهو الفيلم القصير الدنيا لما تهزر. في عام 2003 شارك في الفيلم السينمائي أول مرة تحب يا قلبي، وكانت أول مشاركة له في التلفزيون المصري، وكانت التجربة الثانية له في مسلسل رجل في زمن العولمة. في عام 2004 قدم الفنان أشرف مصلحي مجموعة مميزة من الأفلام، وشارك العديد من الممثلين مثل الفنان عبلة كامل في فيلم خالتي فرنسا، قام بدور ضابط شرطة، وقام بمشاركة الفنان أحمد السقا في فيلم تيتو، وقام بدور رائد شرطة، كما شارك في نفس العام في المسلسل السوري عشتار. في عام 2005 شارك في المسلسل التلفزيوني الحب موتا، وفي فيلم آخر مع الفنان تامر حسني وهو سيد العاطفي. وفي عام 2011 شارك مع كبار الفنانين في مجموعة من المسلسلات التلفزيونية مثل نونا المأذونة والجزء الثاني من مسلسل الهاربة ومسلسل سمارة ومسلسل وادي الملوك. وفي عام 2014 شارك في المسلسل التلفزيوني الصياد والمسلسل الإذاعي دكان شحاتة. في عام 2015 شارك في مجموعة من المسلسلات التلفزيونية مثل سوء تفاهم وهز وسط البلد ومسلسل عيون القلب وحارة المجانين ومسلسل لهفة، وكانت تجربة رائعة له مع مجموعة مختلفة من نجوم الفن. ويوافق اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر ذكرى وفاة الفنان أشرف مصلحي الذي صنع لنفسه سمعة طيبة في الوسط الفني خلال 23 سنة. في أيامه الأخيرة صارع مرض السرطان. كان الفنان أشرف مصلحي يعاني من التهاب في الدم خلال آخر 3 سنوات،
قبل رحيله، حيث دخل في مرحلة علاج طويلة استمرت شهور قضى خلالها أسابيع داخل غرفة العناية بجانب معاناته من ورم خبيث في المخ، ولكن زوجته أخبرته بأنه حميد لكي يتعافى منه سريعا، كما خضع لعملية إزالة كيس من المياه في الرقبة ولكنه كان حميد. قالت زوجته في لقاء تلفزيوني وأن وقت اكتشاف المرض كان في المشهد الأخير من تصوير مسلسل جمال الحريم، وهو سبب معرفتهم بمعاناته من المرض بعدما ظهر وهو يتلعثم في الحوار الخاص به، وظل يعتذر كثيرا عما يحدث، الأمر الذي تسبب في قلق زوجته والتي طلبت منه ألا يلتفت إلى ما حدث خلال اليوم الأخير من التصوير، ولكن عليه الذهاب إلى الطبيب لمعرفة الأسباب. اختفى أشرف مصلحي عن الأعمال الفنية منذ بداية رحلة مرضه بعدما توجه برفقة زوجته منال الصيفي إلى الطبيب الذي طلب منه إجراء أشعة، وتبين وقتها إصابته بورم في المخ وهو ما أخفته عنه زوجته، وأخبرته أن هناك كيس مياه على المخ ولا بد من إجراء جراحة لإزالته. وجاءت المفاجأة خلال إجراء الجراحة، حيث تبين أن هناك ورمين على المخ، وعانى مشاكل بالإدراك ومعرفة من حوله بالشهور الأخيرة، حتى مع التحسن الطفيف الذي كان يطرأ بالمسكنات بين الحين والآخر. مكث آخر 24 ساعة في حياته ساكنا بغرفة العناية المركزة إلى أن توقفت عضلة القلب. ربنا يرحمه يا رب ويرحم أمواتنا أجمعين. وبكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة آخر كلام. شرف لنا اشتراككم في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد أول بأول، فتابعونا.